من أكتر من 6 شهور والسودان في حالة حرب داخلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. النزاع ده أدى لقتل أكتر من 1500 مدني، وده كان حسب تقارير اتسلمت في شهر سبتمبر، ولكن التقارير برضه حطت احتمالية إن الرقم الفعلي أكتر من كده بكتير. في الفترة دي نزح أكتر من 5 مليون شخص، وأكتر من مليون سوداني بيحاولوا اللجوء للبلدان المجاورة، وحاليا في أكتر من 7 مليون و400 ألف طفل ما عندهمش إمكانية إن يوصل لهم مية شرب آمنة. وفي وسط كل ده طرفين النزاع كمان زادوا من عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين، فحتى الآن في آلاف الأشخاص محتجزين مش معروف عددهم المظبوط ومش معروف هما فين. لحد يوم 10 سبتمبر وصل لمكتب مفوضية حقوق الإنسان تقارير موثوقة عن أكتر من 50 حادثة عنف جنسي ضد 95 شخص على الأقل. شملت حوادث العنف الجنسي دي 23 حادثة اغتصاب و26 حادثة اغتصاب جماعي و3 حوادث محاولة اغتصاب. أما المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أكدت وأعربت عن قلقهم في المفوضية بسبب تقارير تانية بتفيد بخطف نساء وفتيات بمختلف الأعمار واحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومهينة وشبيهة جدا للعبودية. الأوضاع في السودان سيئة جدا، وبيموت كل يوم مدنيين أبرياء، ولسه مفيش أي علامة على هدوء الوضع. بنتمنى السلامة لكل أهل السودان.